150 غرام ديال الطحين ديال الشعير، 150 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون، 150 غرام تاع كاوكاو، و150 غرام تاع اللوز اللي محمر ومطحون. انا اللوز راني حمرته بالقشور تاعو وطحنته. 250 غرام ديال الشوفان اللي طحنته غربلته وحمرته. 50 غرام تاع إيلان، 200 غرام ديال القرقاع محمر مقشره محيده ليه القشره وطحناه. معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال المروزيه، 2 معالق كبارين ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع. عندي هنايا السكر ديال الكوك هو باش غادي نحلي. غادي نطحنو واحد شويه غادي نحلي به. 50 غرام ديال الزريعه مخلطه، فيها الزريعه ديال القرعه، الزريعه ديال نوار الشمس، والزريعه ديال الصنوبر. كما كتشوفوا هاهي غادي نحمصهم واحد شويه نسخنهم وغادي نطحنهم. القرقاع حمرته غير سخنوه باش ما يتحركش داغي، وغادي نحيدو منه القشره تاعو باش ما يعطيناش ديك المروره. وهو الشوفان من بعد ما حمرته اللي كيبقى يعطي الريحه تاع التحمار يعني راه واجد، لحقاش ما كياخذش اللون مارو. غادي نديرو دابا هي شويه فهاد الزلافه وزدتو شويه ديال الزيت كيعطينا هاد اللون هذا باش نعرفوا راه تحمر الشوفان. دابا غادي نحمر الشعير. هنايا الطحين ديال الشعير اللي حمرته كما كتشوفوا بحال هكايا. غادي نزيدو الطحين ديال الشوفان حتى هو اللي محمر، إيلان، حبه حلاوه والنافع. عندي هنايا معلقه تاع المروزيه، عندي هنايا الملحه. غادي نزيد هذا السكر ديال الكوك اللي طحنته، هنايا كاوكاو واللوز اللي مطحونين، وهنايا الجنجلان اللي مطحون، وغادي نزيدو القرقاع اللي حتى هو طحنين ومحمر ومطحون. غادي نخلطو كاع المقادير مزيان. غنزيد معلقه كبيره تاع القرفه اللي نسيت ما درتهاش من الاول. من بعد ما خدمت هادشي مزيان غادي نزيد الزيت دابايا. الزيت دفيت واحد شويه زيت البلديه. نزيد هنايا الزريعه ديال القرعه اللي مخلطه مع الزريعه ديال زريعه نوار الشمس اللي طحنتهم، وغادي نخلط كلشي مزيان. واحتاج ليا تقريبا 500 ملي تاع الزيت البلديه باش عطانا هذا القوام هذا. كيجي الصفوف حرش لحقاش فيه غير الشعير والشوفان، ما فيش طحين، فيش طحين فورس بالمره.